تعد الوظيفة الأساسية للستائر هي حجب أشعة الشمس عن المنزل وحمايته من الأتربة التي تتسرب من النوافذ، وأيضا حجب أعين المتطفلين. وتعتبر الستائر من عناصر الديكور المهمة في المنزل، فالستائر اليوم عبارة عن ديكورات أنيقة تدخل في البنية الجمالية للمنزل فتزيدها إشراقا ويسمو بها المكان من الداخل، كما إنها تمثل أيضا نافذة وعنوان للبيت من الخارج. وتختلف الستائر اختلافا كبيرا من ناحية الخامة المستخدمة والألوان والتصميمات والموديلات، ومن المهم أن تتناسب كل هذه العناصر مع باقي مكونات الغرفة من أساس وديكور حتى يتم التجانس والتناسق ويصبح البيت مساحة من الراحة النفسية والعملية. ويفضل البعض شراء الستائر جاهزة لأنها تتميز بأشكال وأنواع وتصميمات عديدة، ويعتبرون أن اللجوء إلى صانع الستائر في تصميم وتنفيذ الستائر يحمل قدرا من المغامرة، فلا يأتي التصميم كما تتخيله، إلا أن الكثيرين ما زالوا يفضلون الطريقة التقليدية في صناعة الستائر، حيث يقومون باختيار القماش بأنفسهم ثم الاستعانة بصانع الستائر لأخذ المقاسات المطلوبة ثم يقوم بالتفصيل والتركيب. ولذلك قررنا البحث عن أقدم وأكبر محلات بيع الأقمشة الخاصة بالستائر في المدينة، وإجراء هذا الحوار التفصيلي الشيق عن كل ما يتعلق بمهنة بيع وصناعة أقمشة الستائر. أول حاجة نحب نتعرف بحضرتك. أنا اسمي مصطفى ماجد، ومهنتي صناعة يعني شغل تجارة الستائر مفروشات. طيب بالنسبة بقى لأنواع القماش المستخدم في الستاير، يعني ايه أشهر مثلا نوعين ثلاثة يعني متداولين مع الجمهور؟ لا، هي الستائر تعتبر يعني مجال كبير. يعني الستائر النهاردة فيها حاجات. الستارة بتنقسم أولا جزئين. الجزء الخفيف اللي هو زي كده اللي بيبقى تحت البرقع، وبعدين الجزء التقيل بيبقى نوعيات مثلا زي كده. دي هي اللي بتبقى ايه، اخده مثلا البرقع من بره، ويبقى الجزء الخفيف فيها من تحت. ايوه. ده يختلف كمان عن أقمشة التنجيد. أقمشة التنجيد دي تبقى حاجة تانية، قطاع تاني خالص. وأقمشة الخفيف دي بتبقى أنواع، والتقيل ده برضه بيبقى ايه أنواع. منه القطيفة ومنه السويت ومنه الفوال. لكن الخفيف ده في اللي هي الأورجانزا، في الدانتيل، وفي التل، وفي أنواع كتير. يعني هنا في أنواع وهنا فيها أنواع. لكن الستارة عامة بتبقى جزئين غالبا عندنا هنا. هو الستارة بتبقى البرقع بتاع الستار، بيبقى البرقع ده من الجزء التقيل. ايوه. واللي تحت الستار نفسها اللي هي اسمها الستار دي اللي بتبقى ايه الخفيفه. طيب لما بيجي زبون لحضرتك مثلا معاه مساحة الستارة، هل المفروض بيزود عليها عشان لما يجي التفصيل ما يبقاش فيه هدر في التفصيل؟ دي برضه بتنقسم لنوعيتين. اول نوعيه ان الجزء اللي هو التقيل الثابت دوت اللي بيتحط على الشباك، اللي بيتعمل منه الموديل البرقع سواء النازله او التلفيع والكلام ده كله. ده بيبقى ايه بالمقاس. نفس المقاس حسب موديل بقى. الزبون بينقي الموديل وبيتعمل له الشغل بتاعه زي ما. لكن الخفيف اللي هو زي ده بناخد فيه الضعف عشان الكشكشه معروف. ده يعني مثلا 3 متر ناخد 6 متر. لكن هل في تجهيزات معينة قبل التفصيل مثلا؟ طبعا الراجل الصنايعي بيطلع بيقيس المقاس بتاع الشباك مثلا او الواجهه اللي انت عايز تظبطها، وبتنقي الموديل. بعد ما بتنقي الموديل بيقول لك مثلا الموديل ده بياخد مثلا ايه، ده قماش تقيل وبياخد قماش خفيف كذا. يبدا طبعا بعد يخلص الكلام ده كله بتفصل قماش، بيطلع بقى اللي بيركب بيجهز بقى للشغل بتاعه، بيركب بلتكنات، بيركب الشغل ويركب شغله كله في البيت. طب بالنسبة للمنازل القديمة بقى اللي هي بيبقى النوافذ فيها على شكل بواكي أو بواكي ارتفاعات عالية. البواكي اللي هي الكيرفات دي حاجة من الاتنين. في بعض عملاء بيبقوا سدينها. وفي بعض عملاء بيبقوا سايبينها. سايبينها كمشهد جمالي، بس حاجة من الاتنين. ممكن بنقدر نطلع بالستارة أعلى منها، وبنقلب في الحالة دي بقى العرض طول علشان أخد الارتفاع ده كله. او ان في ناس بتقول تنزل وتسيب الشكل الجمالي ده فوق، بس طبعا بيدخل ضوء. يعني لو في حاجه بيدخل ضوء، وتسيب وتعمل الشكل عادي على الجزء اللي تحت الشراع اللي هي الدائريه دي.
طيب هل ساعات بيجي مثلا زبون مش عارف هو هيختار ايه مثلا او مش محدد، فانت بتساعده مثلا حسب لون الاساس اللي موجود او كده، في معلومات بتاخدها منه؟ طبعا في زباين كتير بتبقى كده. وفي زباين يعني مثلا احنا هنا مثلا في بورسعيد يختلف مثلا عن القاهره. القاهره مثلا العميل بتاع القاهره بيبقى ما عندوش فكره عن اي حاجه خالص، بيقول انا عايز اعمل ستاير، بيتاخد من الف للياء. بورسعيد لسه ما نزلنا شغالين شويه بالطريقه بتاعتنا، ان الزبون بيحب يشتري حاجته، يعني بيبقى عايز يعرف نوعيه القماش اللي يشتريها ايه، كم متر، فبالتالي بيروح لورشه بتقول له انا عايز مثلا كذا متر من ده، كذا متر اللون ده، كذا متر اللون ده، بينقي الموديل وهكذا. بيبدا يجي ياخد بقى من عندنا هنا الستاره. ساعات بيخش زبون هنا هو ما عندوش فكره عن اي حاجه، يا اما بنقول له مثلا في ورش مثلا تشتغل فيها وتجيب لي المقاس، او هو ما عندوش حاجه خالص، ممكن انا مثلا ايه اساعده بقى، يعني اقول له مثلا انت ممكن تعمل كذا، ما عندي موديل كذا وعندي كتالوجات وعندي موديلات، بيحس ان هو ايه يستقر في الاخر. بيساعده في الاختيار. لان خلي بالك برضو يعني النهارده كان زمان مثلا بتيجي الناس بتغير في بيوتها، يعني واحد متجوز مثلا عروسه، لكن دلوقتي حاليا معظم العميل بيجي يكون عروسه بتجهز. فالعروسه بتبقى جايه بتبني كل شيء من اول وجديد، بتدور على الشيء اللي هو ايه يعيش معاه. لا يعني ايه مثلا عندها غرفه، الغرفه ديت عندها ايه، جابت مثلا سجاده، السجاده دي لونها ايه، مثلا نبيتي، خلاص بتكمل بقيه الغرفه على اول حاجه جابتها. يعني مثلا زبونه تانية جابت مثلا ايه الخشب ولسه ما جبتش السجاد ولا الستات، طب جابت السجاد الخشب ده لونه ايه، جابت مثلا لونه كريم مثلا. طب عايزه نبني، هنكمل لون الحيطان، انت عندك عامله ايه، عامله حيطه روز، عامله حيطه نبيتي، بنبدا نكمل نبني عليها. يعني تعرف مكونات الغرفه لوحدها هي تناسق الالوان كغرفه مقفوله. غرفه اطفال مثلا، غرفه معيشه، انتريه، صالون، غرفه نوم رئيسيه، تناسق الالوان فيها طبعا هو ده اهم شيء. الى جانب ان تناسق الموديلات، مثلا ممكن تكون هي جايبه عفش ستيل، ما ينفعش يركب معاه موديلات مودرن، لازم اركب له ستاره وموديلات ستيل زي ما هي. يعني ما ينفعش الاثنين بيتناقضوا مع بعض. مثلا جايبه انتريه مودرن، ما ينفعش ادي لها ستاره ستيل وفيها قيمه وفيها شغل كتير، لا اديها حاجات ايه بسيطه تتناسب مع طبعا تناسق الانواع مطلوب. فاصبحت الاوضه عندها متكونه من كذا جزئيه. جزئيه الارضيات، لون الارضيات، اللون الحوائط، السجاد، الخشب، الموبيليا، فلازم كل ده بيركب متناسق مع بعض. الستاره بتيجي، يعني هقول لك الستاره دي في الاخر بتبقى عامله زي ايه، زي عروسه اتزوقت كويس قوي بس لسه المكياج والطرحه اخر خطوه. المكياج والطرحه بتوع العروسه بيعملوا ايه، هو اللي خلاص بيكملوا الفينش الجمالي بتاعها في الاخر. عملت الفستان والجزمه كل، لكن المكياج والطرحه دول بتاع العروسه هم اللي بيكملوا. ايوه بيكملوا الوجه الاخر بتاعها. فهنا الستائر بالنسبه للبيت بتعتبر هذا المعنى. تمام. طيب هل في مثلا قماشه شعبيه دارجه مثلا مع الطبقه الفقيره مثلا بيختاروها معينه تمشي معاهم؟ طبعا يعني مثلا هديك مثلا عندنا الستائر مثلا في حاجات بتبدا من 20-25 جنيه لحد متر مثلا ممكن يوصل عندي لحد مثلا 800، في متر يوصل ل 1000 جنيه على الاسعار الجديده. متر ستار ب 1000 جنيه، واخد بالك. وفي متر عندي ب 20-25 جنيه. ده موجود حسب طاقه الزبون او حسب المقدره بتاعته. مثلا عندي مثلا متر قطيفه عندي مثلا بيبتدي مثلا 15 جنيه و20 جنيه، خدش لحد 150 جنيه 160 جنيه. النوعيات بتختلف. طيب هل في مثلا ناس بتغير الستاير كل فترة ولا ما عادش ده يعني؟ والله كان زمان يعني مثلا بتلاقي في ايام المنطقه الحره او هتلاقي الزبون كان متعود كل عيد يجي يغير الستاره، بيغير ستاره الصالون مثلا ويبدلها يدخل وهكذا. ساعات الناس كانت بتقعد تغير السجاد بتاعها، في ناس كانت كده. طبعا مع الظروف الاقتصاديه والاوضاع الحاليه دلوقتي الكلام ده اقتصر فقط على اللي بتجهز بيت الاساسيات. اللي بتجهز بيت دلوقتي. طيب في ستاير بقى الحمام والمطبخ دي بتبقى نوعية مختلفة عن ستاير الأوض النوم مثلا أو ستاير الصالة؟ طبعا في ستاير اللي هي الحمامات والمطبخ والحاجات دي كلها، بس دي بتختلف عن القماش، ما بتكونش في الاخر قماش، هي بتكون بتخش تبع تجهيزات الديكور. لانها ما بتكونش في الاخر ستاير قماش، بتبقى ستاير عبارة عن حاجات بلاستيكية منسوجة علشان طبعا المية والزيوت والغسيل وتحمل الحاجات دي كلها. فبدي بتكون عند الناس بتوع الديكورات. مش عند حضرتك؟ لا ما بيبقاش عندنا. احنا يعني احنا كل ما يخص الأقمشة. تمام.
طب هل في مثلا مكاتب تصميم او مهندس ديكور بيتعامل مع حضرتك مثلا يجي ياخد منك شغل ليه؟ في مهندسين ديكور كتير، وفي مهندسين ديكور كتير، وفي ورش بتيجي تاخد الشغل بتاعها اللي بتصمم هي للزبون، وبتيجي تاخد القماش بس. يعني حسب الطلب. بنتعامل احنا مع اي حد طبعا يعني. طب في ستاير اللي هي الجاهزة الصيني اللي هي بتبقى من شرايح كده بتتركب على طول، او هل دي يعني أثرت على بيع الستاير التقليدية؟ لا، الستاير الجاهزة دي قطاع تاني غير قطاع القماش. الستاير الجاهزة دي ممكن بتكون ستاير رأسية تركب في مكتب، وبتتفتح بآلات، يعني بآلية معينة، سواء بريموت كنترول أو يدوي، او ان هي بتكون ستاير برضو معدنيه مثلا بتتفتح برضو بآلية معينه. ده الستاير اللي هي ايه الجاهزه. في بعض ورش عملت ستاره جاهزه مثلا لبرقع مثلا 3 متر، على اساس ان البرقع 3 متر ده بيبقى يعني ايه دارج في معظم البيوت على قد شباك او على قد بيت. فساعات بتبقى مفصله حاجه جاهزه ويجي زبون بياخدها، بس هي كده. لكن ان هي تكون ان هي انتاج على مستوى والزبون ينزل مثلا محل زي سوبر ماركت ينقي منه ستاره، لا ده لسه مش موجود. لا مش موجود. طبعا حضرتك بقى ورثت المهنة دي عن الأب والجد، وطبعا شكل المهنة تغير وفي حاجات كتيرة طرقت بقى عبر الزمن، فاحكي لنا بقى القصص دي. أول محلنا ده كان يعني أقول لك احنا فتحنا المحل ده سنة جدي فتح الله يرحمه سنة 1927. فهو في المهنة دي من يعني سنين، إلى جانب إن هو أساسا كان شغال قبل كده هو في محل الصرفي. ده محل يعتبر الصرفي ده يعتبر، لا ده كان محل أقمشة. يعتبر من أقدم محلات بورسعيد، وهو اللي خرج كل تجار أقمشة بورسعيد. الصرفي ده يعتبر محل الرئيسي اللي هو الصرفي. وبالمناسبة من ضمن برضو الحاجات اللي هي يعني برضو بمناسبة التاريخ بقى ان الصرفي ده الحاج محمد الصرفي ده من كتر برضو امانته في مصطفى ماجد جوزوا بنته. يعني هو اتجوز بنت الصرفي، وبعدين بعد كده فتحوا هذا المحل سنة 1927. دي يعني من الحاجات اللي هي كانت زمان متداولة، ان المهنة شراكة عائلية يعني. لا بيبقى ايه لما بيكون مثلا صاحب المهنة او صاحب المحل او صاحب الورشة او الى اخره، وبيكون بيلاقي مثلا حد عنده كويس بيجوزوا بنته. يعني الحاجات دي كانت زمان طبعا منتشرة. الكلام ده كله خلاص ما عادش موجود دلوقتي. وبعدين فات المحل ده اتفتح سنة 27، وكان متخصص في تجارة الأقمشة عموما والنفوتي والسجاد والكلام ده. كان بيبقى وجود اجانب مثلا. كان زمان هنا المنطقه هنا، ادي لك نبذه تاريخيه على المنطقه هنا. كان هنا مصطفى ماجد، والناحيه الثانيه كان شالوم ده برضه بتاع الذهب، وده كان يهودي على فكره. وبعد حرب 56 مشيهم. والبلد بقى كده اتقلبت بقى المنطقة الحرة. لا لسه ما كانش لسه المنطقه الحره. دخلنا في الفتره اللي هي ايه كانت الستينات بقى، وبعدين كان في تضييق شويه على تجاره الجمله والتجاره، وبقت القطاع العام طبعا تاثر معانا كقطاع خاص. وبعدين جت حرب 67 والهجره، وبعدين لما رجعنا بورسعيد تاني بقت المنطقه الحره، ومن بعدها ركزنا في تجاره المفروشات. يعني كان عمي الله يرحمه هو اللي بدأ بقى تجارة المفروشات، والحاج عبد الرحمن مصطفى ماجد، وبدأ تجارة المفروشات كستاير بقى وتنجيد وبتاع. فهو التخصص في هذا، وكان يعني كاستهوته المفروشات. فركزنا في المفروشات، وكانت صناعة الأقمشة بدأت تختلف، لأن بدأت تخش مكانها صناعات الملابس الجاهزة. فأصبح صناعة الملابس الجاهزة قضت على تجارة الأقمشة، إلا بعض بقى إيه بعض المحلات فضلت صغيرة كده يعني بتبيع أقمشة اللي هم الأحجام الكبيرة مثلا، أو اللي هو مبقاش مقاس في الجاهز. يورد للمصانع مثلا. لا إحنا في الفترة اللي هي بقى بداية السبعينات كانت بداية إن مصر تعرف حاجة اسمها ملابس جاهزة. في بداية السبعينات. وبعدين يعني مع المنطقة الحرة كده بدأت بقى الملابس الجاهزة دي تتعرف على مستوى التعوض، وبقت في مصانع مخصصة للملابس الجاهزة. أصبحت صناعة الملابس الجاهزة والأقمشة ده قطاع لوحده، والمفروشات ده قطاع لوحده خالص. انفصلوا عن بعض. واخد بالها. ومشت بعد كده صناعة المفروشات. انت زي ما قلت لحضرتك قبل كده صناعة المفروشات يعني قسمت الاثنين. هي الجزء اللي هو التطريز والخفيف والحاجات، الجزء اللي هو ايه التقيل.